اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله جايه اقول لكم على تجربه حصلت معايا بالفعل، فعلا بجد الكركديه ده معجزه. كان عندي صداع مزمن جدا مش بيروح باي مسكنات، مهما خدت اي مسكنات مش بيروح. حد قال لي ده يمكن ضغط مرتفع، اروح اقيس الضغط يطلع مرتفع جدا. حد يقول لي لازم تروحي للدكتور عشان انت كده عندك ضغط مرتفع ولازم تاخدي البرشام اللي بتمشي عليه مدى الحياة، وكل الناس او 90% من الناس اللي عندهم ضغط ماشيين على البرشام ده مدى الحياة. قلت لهم ابدا ابدا مستحيل اخد اي برشام مدى الحياة، لان اصلا انا لو خدت جالي دور برد بخاف اخد البرشام علشان ما ضرش الكلى، لان الكلى بتضر جدا جدا بالمواد الكيميائية عامة. تمام. فالمهم قعدت افكر زمان كده كانوا بيقولوا لنا ان الكركديه بيوطي الضغط. الكركديه هيعمل لك هبوط، ما تشربيش كركديه كتير عشان بيجيب هبوط، بيعمل لك هبوط. فجي في بالي اروح اغلي كوبايه كركديه، رحت غليت كوبايه كركديه وكانت المعجزه بجد بجد. الصداع اللي مرضيش ينزل باي مسكنات بكوبايه كركديه نزل فورا فورا بسرعه من غير اي مسكنات خالص. بجد انا يعني مبهوره لاني ان انا هعالج نفسي بدون ادويه وبحاجه صحيه وكمان موجوده في كل بيت واقتصاديه. المهم المشكله بس ان احنا كمان في الكركديه بنغليها غلط. فانا جايه اقول لكم يعني تجربتي مع الكركديه، وفي نفس الوقت جايه كمان اقول لكم معلومه ان ما ينفعش اي حاجه زي من الاعشاب زي الكركديه زي اليانسون زي الشمر النعناع نغليها ونسيبها عريانه على النار، لانك لو حطيت الكنكه كده وحطيتي فيها مثلا الكركديه وسبتيه يغلي هيطلع البخار. للأسف مع البخار ده هيطلع الزيوت اللي موجودة في الأعشاب، والزيوت دي هي اللي فيها كل الفوائد. فانت ممكن تغلي ينسون نعناع شمر أي حاجة وتسيبيها عريانة وتروحي تشربيها ما فيهاش أي فوائد، لأن كل الفايدة في الزيوت اللي طلعت من الأعشاب اللي انت بتغليها أثناء الغليان طلعت مع البخار. فالأفضل انك لما تحطيها على النار تغطيها، مجرد ما تشوفيها يعني تغطيها بقى. طبعا الكنكه دي ملهاش غطا فانا اضطريت احط اي حاجه وخلاص. المهم لما تغطيها حسيت انها غلط بتطفي عليها وما تشيليش الغطا، لانك برضو لو بعد ما تطفي عليها وشلت الغطا هيطلع البخار وهتطير الزيوت اللي موجوده في الاعشاب اللي انت بتغليها. اي اعشاب عامه سواء كركديه نعناع شمر اي حاجه. المهم طيب هتسيبيها حوالي 5 دقايق بعد ما تطفي عليها، طبعا 6 دقايق 7 دقايق على حسب لحد ما تحسي ان البخار هدي خالص، وبعدين ترجعي تحوشي الغطا وتصبي وتشربي عادي. في كمان طريقة تانية افضل، ان انتي بتحطي الاعشاب. هو كده بدأ يغلي، انا ده بس بوريكم ان انا ممكن اشوفه ان هو غلى بدون ما احوش الغطا يعني. بس انا عشان بصور اضطريت احوش الغطا من عليه. ما تشيليش الغطا خالص، مجرد ما تحسي كده ان هو غلى على طول بتجي مغطي بتسيبيه بالغطا، بتطفي عليه وتسيبيه الغطا عليه. طيب في طريقة تانية كمان، ان انت ممكن تحطي في الكوباية الحاجة اللي انت هتغليها، نعناع بقى ينسون شمر كركديه اي حاجة، وتصبي عليها المية المغلية يعني تعمليها كشري كده زي ما بنقول. برضو حتى بعد ما تعمليها كشري لازم تصبي المية المغلية بسرعة وتاجي حاطة الغطا، لان زي ما قلت لك الزيوت بتطلع مع البخار. تمام. دي معلومة للأسف احنا ما كناش نعرفها، بس سمعتها كده من دكتور تغذية قال ان انتوا بتشربوا الحاجة مش بتستفيدوا منها، لان طبعا الزيوت بتطلع مع البخار. المهم في الفيديو ده بجد بجد انا والله مش طالعه عشان اقول فوائد الكركديه. الكركديه فوائد كتيره جدا ما ملهاش حصر يعني. بيقوي المناعه بقى، فيه مضادات اكسده عاليه ومش عارفه ايه. لا لا، انا لخصت كل فوائد الكركديه في فكره انه بيوطي الضغط. بجد عن تجربه هو بيوطي الضغط جدا. اي حد بيحس بصداع مزمن ملوش علاج، اي حد بيحس ان ضغطه عالي ياخد كركديه وعلى ضمانتي. اشربي. طب ما عنديش اي حاجه اصلا ومش بشتكي من اي صداع، اشربي كل يوم كوبايه شكرا. بس خلاص اشربي كل يوم كوبايه. انت كل يوم بتقومي تشربي كوبايه شاي او كوبايه القهوه بتاعتك، لا اشربي كوبايه كركديه افيد لك صدقيني. في فوائد كتير جدا جدا، غير انه بينظم كمان اداره الوزن، غير انه كمان مش هيعرضك للصداع. طول ما انت بتشربي كل يوم كوبايه فيبقى ضغطك مظبوط، مش هيرفع عندك الضغط ولا هيعمل لك اي الم. المهم ما تكتريش منه، هو كل يوم كوبايه واحده، لان اي شيء حتى لو صحي كل ما يزيد عن حده بيتقلب ضده.
حتى لو في فوائد وحاجة صحية بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. ربنا سبحانه وتعالى جعل كل حاجة فيها خير لينا، لكن احنا اللي بنستخدمها غلط. ما تستخدميش الحاجة غلط، يعني اي حاجة تاخدي منها بالمعقول، هو كوباية كل يوم تمام كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لو انت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة واضغطي لايك.